انت عارف لما تكون مرة واحدة من الفقر للغنى، بعد كده اول ما توصل اللي انت عايزه تدمر كل حاجة بايدك. في حكايات زي كده كتير، بس يا ترى بقى تتعلم منها ايه؟ زي قصة النهاردة، كان اتنين فقراء حالتهم على قدهم اتجوزوا مع بعض، كان ظروفهم مش قد كده، كان بيشتغل سباك وهي كانت برضه بتساعده، بيشتغل على مكان خياطة، ده بيوفر وده بيوفر، والاتنين كانوا بيحبوا بعض والدنيا كويسة ومفيش أي مشكلة خالص. كانوا يقعدوا يتلموا على سندوتش فول وياكلوا مع بعض وكانوا مبسوطين. وهو يقول لها أنا بدل سندوتش الفول ده إن شاء الله هأكلك إيه كل حاجة تتمنيها، وهي تقول له إيه، أنا مش عايزة حد من الدنيا، أنا عايزك أنت بس، عايزة الدفى اللي إحنا عايشين فيه. كان كل جنيه بيكسبوه بيروحوا يشيلوه، كانوا بيشجعوا بعض، لا معلش أنت تعبت ومش عارف. شهور عليهم كانت بتعدي طويلة من غير ما يقدروا حتى ياكلوا فيها أكلة كويس، بس كانوا عايشين مع بعض وكانوا راضيين، كان كل حاجة ما بينهم كويس. مرت سنين وسبحان الله يعني كل شيء اختلف مع كل واحد لما اجتهد. كانوا بيجمعوا ويحوشوا. الراجل ده بقى مقاول وشركته بقت أكبر شركة مقاولات، ومراته سبحان الله بعد ما كانت بتشتغل في مكنة في البيت بقت صاحبة مصنع وعندها بدل المكنة 20. وبعد ما كانوا قاعدين في شقة صغيرة ما فيهاش عفش، ربنا كرم ربنا كبير طبعا، بس لما حياتك بتتحول بقى من شيء لشيء تاني خالص بقى، هي دي بقى مع كل شغل بيزيد كان كل واحد بيهتم بحياته، كان كل واحد بيهتم بمشغولاته. حتى البيت اللي كان صغير بس كان كبير بالنسبة لهم، هو كل واحد فيهم كان موجود. البيت ده اختفى. طب اختفى ليه؟ وايه اللي وصله لكده؟ صاحبنا طبعا صاحب شركة مقاولات بقى اهتم بالشغل والكلام من ده، ونسي مع الوقت، نسي الحاجات الكويسة اللي احنا كنا بنعملها واحنا معناش، زي وجود حد جنبيك بيساعدك وبيسمع لك وبيشوفك بيهون عليك وقتك، ده مش هتلاقيه دلوقتي. لا، كل واحد مهتم باللي هو عايزه. كان دفعه تمن جامد قوي، كل واحد عايش لوحده، بيت مليان خدم وحراس لكن فاضي، مفيهوش ضحك، مفيهوش اي حاجة. في مرة كان قاعد في المكتب، دخلت عليه لقيت لوحات وكاسات بس في فراغ. راحت قعدت تمسك الصور القديمة ليهم ودموعها على خدها، ولما رجعت بتقول له فاكر لما كنا بناكل اول مرة كنا فيها لحمة؟ كنا اغنى ناس في الدنيا ساعتها، دلوقتي احنا اغنى ناس بس افقر ناس في المشاعر. هو قعد يفكر كده بينه وبين نفسه، قال لك احنا جبنا الفلوس بس خدت كل حاجة، الشريك والضحكة بتاعت زمان والايام الدافية اللي احنا كنا بنعيش فيها. القصة دي بتعلمك درس غالي أوي، إن الفلوس ممكن تبني بيوت لكن مش ممكن تبني قلوب، وإن أغلى حاجة ممكن نملكها هي مش الفلوس، الناس اللي حواليك اللي بيساعدوك وبيدوك أمل لكل حاجة. لما الروح بتتعب الفلوس ما بتعرفش تصلحها، لما الروح بتتعب الفلوس ما بتعرفش تصلحها. اوعى تخلي حلمك البسيط ينسيك قلبك ويخليك فاكر دايما ان الفقر هو اللي بيدي كل شيء، وان الغنى هو كل شيء. سبحان الله، ربنا مدي كل واحد حاجات هو شايفه صح، مش معمولة يديك اقل من حقك. لازم انت تكون فاهم كده كويس. متنسوش تشتركوا معانا وتضغطوا على زر اللايك والاعجاب. سلام.